يا نهار أبيض! أنتِ لو عملتِ الكلام اللي إحنا هنعمله النهارده ده، هيوفّر عليكِ مجهود وتعب كتير وفلوس كتير والله. تعالي بس كده نصلّي على الرسول ونقول اللهم بارك ويالّا بينا على طول. تجهيزات النهارده برضه في المطبخ الخيري، يوم واحد نتعب فيه بس هيريحنا. جبنا 5 فراخ والخ5 فراخ متقطّعين بُصّوا بصراحة يعني الصدور لوحدها والوراك لوحدها، بس أنا هاسهّل عليكِ مش هاقطّع معاكم الفراخ كلّها يعني، هاعمل معاكِ كام قطعة كده علشان خاطر أسهّل عليكِ الدنيا. وأول حاجة هتعمليها هتوفّر عليكِ إنِّك تقطّعي الفرخة كاملة في البيت، أو ممكن تدخّلي الجزار يعملها لِك يعني. المهم بقى هنبدأ إن إحنا نقطّع شرايح بانيه وتتحكمي في الشريحة براحتك، تخينة بقى رفيّعة زي ما تحبي. بالنسبة للموزة بتاعة الفراخ اللي هي بتكون عند العضمة بتاعة القروشة دي، اركنيها على جنب. وهاتي بقى 5 بصلات كبار مع 5 حبّات طماطم واضربيهم في الكبة مع شوية ملح، وصفّي بقى المَيّة والعصير بتاع الطماطم حلو أوي، بالشكل ده كده. ركّزي بقى في التوابل اللي هنحطها، إحنا معانا تقريبًا 3 كوبايات مَيّة بصل على مَيّة طماطم، هتحطّي عليهم معلقة كبيرة فلفل أسود ومعلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة صغيرة من البابريكا، نُص معلقة صغيرة من الشطة، معلقتين كبار من بهارات الفراخ، ومعلقة كبيرة من الملح، نُص معلقة صغيرة من القرفة، وعلبة زبادي صغيرة، وقلّبي بالمضرب المكسور بتاع مطبخنا ده. بُصّي بقى هتجيبي شرايح البانيه تحطّيها في التتبيلة دي، وتجيبي طبق تاني تخرّجي بقى شريحة، شريحة كده بعد ما تغمسيها في التتبيلة كويس، وتحطّي شرايح البانيه على جنب شوية تاخد وتدّي مع بعضها في التتبيلة. نسكت؟ أبدًا اوعي تسكتي. تاني حاجة هتجيبيها في نفس التتبيلة هتضيفي معلقتين كبار من الصويا صوص، مهم أوي، وقلّبي. مقطّعين بقى قطع فراخ مكعبات علشان نعملها شيش، قلّبيها كويس في التتبيلة الجميلة دي، وتكوني مجهّزة مثلًا بصل مقطّعاه يعني مربعات، وفلفل ألوان، وبقى الخلة بتاعة الشيش ده هتحطّي قطعة فلفل أصفر مع قطعة فراخ وشريحة بصل، شريحة طماطم وفلفل أحمر، وترجعي تعيدي الدور من تاني، شريحة بصل، شريحة فراخ، شريحة فلفل، شريحة طماطم، وصلّي على النبي. وأنا هاقول لِك ال5 فرخات دول خرّجوا معانا قد إيه. بُصّي بقى ما شاء الله، نظّمي بقى وحُطّي المكونات في الشيش زي ما تحبّي، وفي نفس التتبيلة، التتبيلة دي النهارده هتنفعنا في كل الفراخ. هتحُطّي معلقتين كبار من دبس الرمان، مهم أوي. هاتي بقى يا ستّي الموز بتاعة الفراخ، مش إحنا ركنّا الموز على جنب؟ أو ممكن تاخدي شرايح صوابع كده، وهتقلّبيهم في التتبيلة وتركنيهم على جنب. هاتي بقى الفخاد بتاعة الفراخ، هتحطي على الفخاد دي إحنا معانا هنا 8 فخاد، هتحطي عليهم معلقتين كبار من الصلصة ومعلقة كبيرة من بهارات الفراخ، ومعلقة صغيرة مليانة من الملح، ونُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، بصلاية كبيرة هتقطعيها فيهم شرايح، ونُص حباية من الفلفل الأصفر، وحباية طماطم كبيرة، وقلّبي بقى المكونات الجميلة دي مع بعضها كويس أوي. دي هتعملي بقى بيها صينية بطاطس بالفراخ حاجة إيه، عظمة. هتجيبي بقى طبق وتحطي فيه شوية من الخضار، وتحطي فيه 4 فخاد زي ما أنتِ عايزة بقى، وتحطي شوية خضار على الوش، حلو أوي. اركني بقى الطبق ده على جنب، وهتجيبي شرايح البانيه بقى اللي سِبناها شوية في التتبيلة، تحطّي عليها حبّة بيض واحدة بس، وقلّبيهم في بعضهم كويس أوي، حلو. بعد كده بقى إحنا معانا هنا خلطة بقسماط، دي كانت عندنا في التلاجة بتاعة المطبخ الخيري، عليها شوية بُساط، يعني كوبايتين من البقسماط عليهم نُص كوباية من النشا، وفوقيها كوباية من الدقيق، وهتجيبي خلطة الكريسبي هتاخدي منّهم كوباية وتقلّبيهم على بعض، وهتجيبي بقى قطعة البانيه إيد ناشفة، وإيد تاخدي بقى إيه البانيه اللي متّبل. هتاخدي الشريحة وتحطّيها في الخلطة وتضغطي عليها بالشكل ده كده، ضغطة حلوة كده علشان خاطر الcover يمسك على شريحة البانيه، حلو. بس يا ستي، وادي خلصنا كمان من البانيه واركنيه على جنب. في نفس الصينية بعد ما نضّفناها هتحطّي كوباية من الدقيق أو كوباية ونُص من الدقيق عليهم كوباية من النشا، رشة توم باودر ورشة بصل باودر ورشة فلفل أسود وشوية من بهارات الفراخ، رشة ملح بسيطة. قلّبي الكلام ده مع بعضه، وحطّي بقى شوية كده يعني معلقة صغيرة من الكركم، رشة بسيطة من الشطة، ومعلقة صغيرة من بودرة الماجي. قلّبيهم مع بعض وهاتي صوابع الستريبس. بُصّي بقى، يعني إحنا بعد ما عملناها كده أصحابي قالوا لي: "إيه رأيِك نحط عليها خلطة قرمشة؟" فممكن بقى قبل ما تقلّبيها في الدقيق تحطّي معلقتين 3 كده من اللي هو الكريسبي اللي إحنا بنجيبه من عند العطار، وقلّبي بقى صوابع الفراخ دي مع بعضها أو صوابع الستريبس، قلّبيها كويس جدًا واضغطي عليها شوية، هتلاقيها لوحدها عملت cover كده. دي بقى متبّلة من غير بيض، تمام؟ حلو أوي كده.
بعد كده بقى هتجيبي ايه؟ الدبابيس بتاعت الفراخ. معانا هنا 10 دبابيس. انا فتحت الدبوس بالسكينة من الشكل ده كده، يعني فتحته زي الفراشة كده شوية، علشان خاطر ابقى مطمنة ومتأكدة ان الفراخ هتستوي حلوة قوي من جوه. بص بقى يا ستي، في نفس خلطة الدقيق والنشا والثوم البودر والبصل البودر اللي انتوا شفتوها، هضغط بقى على الدبوس بالشكل ده واضغطي عليه بايديكي ونفضي. اضغطي ونفضي، هتلاقيه عمل معاكي الكفر بتاع القرمشة. هتعملي بقى كل الدبابيس اللي معاكي بنفس الطريقة، هتلاقيها اديتك بقى كفر القرمشة ده، وخطيرة جدا. لما تيجي تحطها في الأطباق هتحطيها بالشكل ده، وهتحطي كيس لو انت عايزة تحطي طبقة فوق التانية. خلاص. بتفلي البصل بقى اللي احنا كنا صفينا منه المية، اخدناها تبلنا بقى الفراخ، هنعمل كفتة. هات 2 كيلو من اللحمة المفرومة، مفرومة وشين. حط عليهم 4 معالق كبار من الخضرة المشكلة. كمان هتحطي معلقة كبيرة ممسوحة من الملح. وكمان هتحطي 3 معالق كبار من بهارات الكفتة من عند العطار. كمان هتحطي ربع معلقة صغيرة من القرفة. هتحطي على ال2 كيلو معلقتين كبار مليانين من الدقيق، ومعلقتين كبار مليانين من النشا، ومعلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر. حلو. وحطي بقى تفل البصل وتفل الطماطم عادي مش مشكلة. واحنا كنا فارمين معاهم حبات فلفل احمر. اخلطي بقى عجينة الكفتة دي مع بعضها لحد لما تسمغ معاكي. هاتي بقى طبق فيه شوية زيت او مية بصل بطماطم وصبعي الكفتة بقى. معانا الاسياخ بتاعت الشيش، بصراحة قلت نعمل الكفتة النهاردة رفيعة كده وشكلها حلو. تشويها على فحم بقى، تشويها في فرن البوتاجاز في الصينية، تشويها على عين البوتاجاز في صينية أو في جريل اللي يناسبك. بس أهم حاجة اللحمة المفرومة اللي هتعملي بيها الكفتة يكون فيها 20% دهن. بعد ما صبعنا بقى الكفتة، تعالي ما أقولك احنا عملنا ايه. دي الفخاد اللي عملنا بيها، اللي هنعمل بيها صينية البطاطس. تمام. دول عملوا معانا تقريبا كيلو ونص. كمان معانا الفراخ الشيش عملوا معانا كيلو. كيلو يعني على فكرة كيلو 200 جرام. كمان القطع الصغيرة اللي طلعت من الفراخ عملنا طبقين شاورما. وادي كفتة اللحمة ما شاء الله زي ما انتم شايفين. كمان عملنا كفتة رز. خدنا كيلو لحمة، عليه كيلو ونص رز، ربطتين خضرة مشكلة، راس كبيرة من التوم، بصلاية وبطاطساية. وخدناهم وديناهم عند بتاع المفرمة، يعني فرمهم. وادي البانيه، وكمان صوابع الستريبس، وادي الدبابيس. بصوا بقى، في وقت قياسي اتعبي يوم بس هترتاحي بعد كده. شوفوا بقى شكل الطباية اللي جهزناها ما شاء الله. بألف هنا وشفا. أتمنى حلقتنا النهاردة تكون عجبتكم.